اكتر حاجه خوفتني في الفتره دي كانت الضغط النفسي والخوف من المجهول، فان دي الفرصه الاخيره. انت لو ما بداتش دلوقتي ما تستناش تجيب مجموع. مرحله مهمه في ثانويه عامه او ازهريه، مهمه لانها مرحله بتبدا فيها ان انت تراجع وتلم اللي فاتك، وفي نفس الوقت في ناس كتيره بتبدا تنضغط في الوقت ده جدا نفسيا. فكره اصلا ان الامتحانات بتقرب دي بتخوف الطالب. دايما بيقولوا لنا من بعد شهر 12 السنه بتجري وخلاص هانت، احنا في شهر واحد، فهانت دي كانت بتخوفني اكتر ما بتطمني اصلا. في اخر الفيديو هقولك على جدول مهم تمشي بيه حتى لو انت ما بداتش السنه لسه، ولو بدات ومراكم هينفعك. انت مش مراكم حاجه اصلا وطالب جامد، الجدول ده هيجيب لك القديم مع الجديد، حرفيا هتوصل المراجعات مش محتاج تراجع. صعوبه الفتره دي عموما ان انت بتبدا تضغط نفسك في مراجعات، مع ان انت بتاخد دروس جديده او محاضرات جديده، والمفروض مطلوب منك ان انت توفق ما بينهم الاثنين. المدرسين عاملين ورش ومعسكرات وانت بتراجع معاهم، او حتى ان انت تراجع على القديم لوحدك. واكتر حاجه بتاذي الطالب في الفتره دي الضغط النفسي. كان في لسه طالبه بتكلمني وبتقولي منهاره، مضغوطه، مش عارفه تذاكر، مش عارفه تركز حتى في المحاضره، بسبب حاجه واحده بس، ان هي خايفه من المستقبل وخايفه من نتيجه الامتحان. انا ما كنتش مستغربه لان انا مريت بده قبليكوا، لسه في مراجعات ولسه في حاجات كتيره جدا هتعملوها هتعلي مستواك. المهم ان انت فعلا تلتزم لان دي اخر فرصه. الفتره دي من السنه كنت كاتبه لنفسي مسج، كانت يوم 9/1/2024. الدنيا مش زي ما انا عايزه، لكن وعامله علامه استفهام كده، يعني باين ان انا كنت جاده. هبدأ من النهارده رحلة 95% ودخول كلية الطب بإذن الله. حفز نفسي بيها بس مش أكتر، لأني مكنتش متأكدة 1% إن أنا فعلا هعمل ده. شخص مراكم مثلا شوية ومستوى ضعيف في المادة الفلانية وعنده مشاكل مع الفيزياء، فطبيعي إن أنا مكنتش هبقى واثقة من أي حاجة، ولا إن أنا أساسا هجيب مجموع كويس ولا لأ. اكتر حاجه حاولت احافظ عليها الفتره دي ان انا اعمل جدول منظم، بحيث ان انا اخلص شهر واحد وانا مخلصه التراكمات ومراجعه ومظبطه المحاضرات الجديده، برضو ما باجيش على حسابها. تاني حاجه المفروض تحافظ عليها هي هدوءك النفسي وسلامك النفسي كده وثباتك الانفعالي. مش هقول لك كلام مرسل واقول لك حافظ على ثباتك الانفعالي من غير ما اقول لك تعمل ايه. اعتقد ان اكتر حاجه هتطمنك في الفتره دي هي قربك من ربنا، وان انت تدعي كتير جدا. حرفيا ادعي، كل ما تبقى تقف قدامك حاجه افضل ادعي. على فكره كان في واحده حكت لي يعني، بس انا الصراحه قابلتها بعد ثانويه عامه فما جربتش ده في الثانوي. قالت لي ان هي كل ما بتقول لا حول ولا قوه الا بالله على حاجه، يعني سبحان الله ربنا بيسرها لها حتى لو هي كانت شايفاها بعيده جدا. فليه لا، ما تجرب. كل ما تعطل في المذاكره قول لا حول ولا قوه الا بالله. ثانيه عايزه اكلمك فيها ان انت ما ينفعش تيجي على حساب عدد ساعات النوم، لان ده بياخد من صحتك وتركيزك. 6 ساعات ما ينقصوش. حاول برضو تهتم بتغذيتك جدا الفتره دي، لان التغذيه بتفرق. ما تضغطش نفسك، مش معنى ان احنا في شهر واحد ان انت تقعد على المكتب 24 ساعه. مفيش حاجه اسمها 24 ساعه مذاكره. لو عرفت الفتره دي تخلي دروسك اونلاين وتأقلمت مع الوضع ده، هيكون افضل كتير من ضياع وقت في السنتر بتروح وبتحجز وبتستنى المدرس، ده كله بياخد وقت. اكتر حاجه هتفيدك في لم التراكمات في الفتره دي ان انت تسمع شرح مجمع. يعني مثلا لو انت موقع الباب الاول الفيزياء مثلا ولا الباب التاني، تسمع شرح مجمع للباب. عارفه ان الفيزياء والكيمياء والاحياء واخدين كل وقتك، بس برضه ما ينفعش تيجي على حساب العربي والانجليش. العربي اكبر درجه في ثانويه عامه، والانجليش درجاته مضمونه، حرام ان انت تضيعها. وحاول توحد المصدر الفتره دي اللي انت بتذاكر منه، سواء كان الشرح هنوحده لاخر السنه عشان دماغنا ما تتشتتش في المصادر، وكمان كفايه كتاب واحد تحله طالما انت مراكم او بتحاول تلحق اللي فاتك. مش لازم يعني تعمل كل حاجه بيرفكت دلوقتي وتحل كتابين وثلاثه، لان ده هياخد وقت جامد. وما تقلقش، كده كده هنزود مصادر الحل دي في المراجعه. خليني اقول لك بقى على جدول مضمون تمشي بيه، هيلم لك الدنيا جدا الفتره دي. اسبوع 7 ايام وانت عندك 5 مواد. بصراحه بحب مدرسه ان انت تاخد ماده واحده في اليوم بس تتقنها كويس. نفس الطريقه دي بتنفع تراكمات، علشان هتمسك الماده من اول ما تصحى لحد ما تنام بتذاكرها وتحاول تلم فيها اكبر قدر ممكن. لو فصل مثلا صغير بناخده على بعضه، لو فصل طويل بنقسمه على يومين. الجدول اللي انا هقوله لك ده هتقسمه على اسبوعين، لان احنا هنوحد كل يوم من ايام الاسبوع في ماده معينه، وليكن هتظبطهم مثلا كيمياء، فيزياء، عربي، احياء، انجليش. كده 5 ايام خلصوا، اتبقى لك يومين. اليومين دول هتحاول ان انت تذاكر فيهم كل يوم مادتين. كده انت في اليومين دول ذاكرت 4 مواد تاني من اللي انت ذاكرته. حاول دايما تخلي الاولويه عندك للفيزياء والكيمياء اول حاجه، عشان هم دول اصعب مادتين هياخدوا منك تركيز جامد. يعني ملخص الجدول: رتب 5 مواد على 5 ايام، وليكن من الحد للخميس. رتب بقى ترتيب المواد حسب ما انت عايز. بعد كده هيتبقى لك الجمعه والسبت، دول هتذاكر فيهم 4 مواد، كل يوم مادتين. وحاول دايما تبدا يومك بالماده اللي انت شايف ان ليها الاولويه عندك، او ان انت مش بتذاكرها كويس، مش بتفهمها كويس، محتاج فيها تركيز عالي.